بيبدأ فيلم النهارده على فرنسا سنة 1641، وكانوا بيعاقبوا واحد اسمه ماكالين لأنه بيبيع أسلحة لأعداء الملك لويس وللملك نفسه، وعاقبوه حطوا له قناع على وشه وحرقوه. وظهر واحد من عيلة ماكالين وكان بيصنع أسلحة كمان مستمر يعني، وبيصنع سلاح جبار اسمه البرغوث الآلي، ولما ضرب طلقة منه على دبابة خلاها تراب، ووجهه على مدينة هياكلها كلها، وفي كمان زرار بيوقفه. وقادة الجيش كلهم سقفوا له وحطوا 4 صواريخ منهم في شنطة وادوهم لوحدة في الجيش يوصلوهم، ومعاهم طيارات اباتشي للحماية. وكلمهم رئيس الفريق اللي كان اسمه دوك وقال لهم فتحوا عينيكم ياض انت وهو، انتباه معلمين، خلاص زمن خلاص انتهى. وصاحبه كان عاوز يقدم في القوات الجوية لأنه بيحب يطير، واللي كان اسمه ريب كورد. وفجأة معلم ظهرت طيارة وضربت طلقة غريبة فجرت طيارة منهم ودمرتها، وبدأت العربيات ترجع، وبدأت الطيارة التانية تضرب عليها وتتفادى الرصاص، وفجرت الطيارة التانية كمان. وبدأ دوك يحول مدفعه عليها، والطيارة بتفجر العربيات وبتفجر الصواريخ كمان اللي بيضربوها عليها، وكلهم وجهوا أسلحتهم عليها. وضربت الطيارة عربية دوك، وبعد كده وقفت ونزل منها واحدة ست ومعاها كام جندي كده ومعاهم أسلحة فتاكة، وكمان كانوا لابسين دروع في كل جسمهم، وابتدوا يخلصوا على الفريق وكانوا عاوزين البرغوث الآلي، الصواريخ الجديدة يعني. وبدأت البنت تضرب هي كمان، ودوك طلع صاحبه والبنت خدت شنطة الصواريخ، وشافها دوك وراح وراها وطلع له عسكري وهيقتله. وقفته البنت وعرفته وهو كمان كان عارفها، ضربته برجلها، وجت طيارة تانية ونزلت واحد بسيف قتل واحد منهم وخلص دوك على التاني. وجريت البنت اللي كان اسمها انا وطلع يجري دوك وراها، ونزلت بنت كمان وقتلت واحد، وجت تضرب التاني ما ماتش. ولما حللت الصورة لقت انه لازم تضربه في عينه اليمين علشان يموت، وضرب طلقة عليها جت في العربية اللي وراها ووقعت، وراح يكمل عليها واحد اداله طلقة في عينه. وصل دوك لأنا، ولما ضربته الشنطة وقعت منها، والطيارة التانية ضربت نار قدامها فهربت وركبت طيارتها اللي ضربت نار على الطيارة التانية واتفادتها بسهولة. ومسك دوك الشنطة وسلاحه، والجنود اللي في الطيارة قالوا له ان احنا دعم، وخلوا رئيسهم يكلموا اللي عرف دوك وصاحبه ريب كورد كمان، وكان اسمه جنرال هوك، وقال لهم تعالوا عندي. ولما طلع دوك عارفه كمان، ركبوا معاهم الطيارة ووصلوا قاعدة عسكرية، واستقبلهم الجنرال بنفسه وقال لهم ان دي منشأة سرية للقوات المسلحة المتقدمة واحنا ما بنتغلبش. وشافوا الجنود كلهم بيتدربوا واسلحة غريبة قوي، وكانوا عمالين يتكلموا عن الناس اللي هاجموا عليهم وانهم متطورين، وقال لرجالته عرفوا مين هم، وان المعرفة هي نص المعركة. ووصل ماكالين مدير مصانع مارس، وقعد دوك يجادله ان المهمة كانت سرية، وماكالين قال له ان لولا الجنرال كنت هتفشل. واتدخل الجنرال ونهى النقاش بينهم، واطمن ماكالين على الأسلحة ومشي بالشعاع زي ما جه. وماكالين ظهر وهو بيزعق لأنا اللي فشلت في المهمة، يعني هو اللي عايز يسرق الأسلحة. ولما سألها فشلت عشان دوك قالت له لا طبعا. وطلع كمان فعل الأسلحة عشان يعرف مكانها، وكانت في مصر عندنا يعني. وكان ماكالين عايز يتجوز أنا مع إنها متجوزة. لا والله. وبعد كده ظهر له ستورم شادو وقال له لازم تجيب الأسلحة مع أنا. واتحرك هو وزارتان وراحوا للملك كوبرا اللي كان بيصنع جنود ببرغوث آلي، وخلى أفعى تلدغ واحد منهم، والبرغوث الآلي عالجه فورا، وصنع منهم 20 جندي، يعني جيش من الجنود الزومبي. وكان بيبني كمان 3 صواريخ لبكين وموسكو وواشنطن، وهيدمر العالم كله. ده مجنون يا عم الحاج. ونرجع لدوك وريب كورد لما كان الفريق بيحاولوا يتعرفوا على أنا. واضح ان دوك عارفها كويس، وكلموا الجنرال وقال له الصواريخ هتفضل معايا، اتكل على الله انت وهو. وحاول ينضم ليهم دوك وريب. رفض الجنرال، بس لما قال له دوك معلومات عن أنا وافق على طول، وبدأ يعمل لهم اختبارات قبولهم. ولما وصلت أنا لبيتها وقابلها جوزها دانيال اللي شغال في وزارة الدفاع في معمل. انت ايه ديوس صح؟ انت ديوس. وجالها ستورم شادو وبلغها انه هيستناها في الفجر عشان العملية، وبدأوا يدربوهم على الأسلحة بتاعتهم دوك وريب كورد، وكانت أسلحة جبارة. وبدأت الاختبارات عشان يقيموهم، ودوك واجه أقوى واحد فيهم اللي كان اسمه سنيك آيز اللي كسره. وريب كمان كان بيقتل أهدافه، واضح انه معجب بالبنت قوي اللي كان اسمها سكارلت. وبدأوا يتدربوا على الطيران كمان. وفي الآخر دوك اتغلب على سنيك آيز اللي محدش غلبه قبل كده، طبعا لأن دوك كان قائد الفرقة بتاعته. ووصل الجنرال وبلغ دوك ان تقييمه عالي جدا، وريب كمان، وقبلهم في الفريق تحت الملاحظة طبعا. وفجأة يا عم الحاج
الحاج وصلت سفن غريبة قوي وطلعت من الحيطة، وطلعت منها انا وستورم شادو وفريقهم، وعرفوا مكان الأسلحة وراح يجيبوها. والجنرال كان بيمضي أوراق ودخل عليه ستورم وعلم عليه، وانا فتحت الخزنة وخدت الأسلحة وخرجوا. بس الجنرال شغل الإنذار وكله طلع يجري وابتدت المعركة، وستورم عمال يقتل في الحراس وكانت معجنة، والجنود الزومبي شغالين قتل في الحراس، واستولوا على غرفة التحكم وفتحوا الباب. وشغل ستورم جهاز غريب ووصل دوك وكلمته انا، وستورم اتحرك قال له اتحرك تاني وانا هقتلها ياض. وواحد زومبي راح يقتل دوك ووصل ريب وخرب الموضوع وقتل الزومبي، وخدت انا الشنطة وجريت، ودوك حاول يوقفها بس اتضربت طلقة كبيرة جنبه وفقد الوعي. وراح ستورم يضرب ريب، جاله سنيك ايز وبدأت الحرب بالسيوف، وقعدوا يفتكروا ايام زمان وهم بيتدربوا مع بعض وكملوا ضرب في بعض. وجات سكارلت لأنا وستات مع بعض يا عم الحاج واشتغلوا مع بعض، وكل واحد راح لقرينه اللي قده يعني. واخيرا فاق دوك وضرب طلقة في قنابل طيارة زومبي وموتته. ونرجع للستات اللي دشبلوا بعض، بس انا كانت متوحشة وقعدت تضرب في سكارلت، وبعد كده خدها ستورم وهو طاير، ودوك عمال يموت في الزومبي، وخدت الأسلحة انا وطاروا وركبوا طيارة كمان، وانتهت الحرب على كده. وسأل رئيس امريكا عن طلبات اللي سرقوا الأسلحة، ما كانوش عارفين طبعا. ونرجع للفرقة المغلوبة وكل واحد منهم عمال يفتكر. وراح ريب لسكارلت عشان يطمن عليها وقعد يواسي فيها وعجبها كلامه واعجبت بيه كمان. وصلت الأسلحة المكالين اللي أمرهم ياخدوهم لباريس علشان ينشطوهم، وعاوز ينتقم من فرنسا علشان اللي عملوه في جده. وظهر الكبرى وبيعمل عملية لزارتن، وباين عليهم بيجهزوا العملية كبيرة قوي. ونرجع لدوك وريب ورئيس الفريق اللي كانوا بيشوفوا عدوهم وجولهم ازاي. وريب قال لهم ان ماكالين شغل التعقب على الأسلحة، وجالهم الخبير بتاعهم واكتشف مكان الأسلحة هو كمان، وعرفوا كل المعلومات عن انا، وعرفوا ان جوزها بيشتغل في مختبر في باريس، وكان مختبر معجل جسيمات يعني بينشط الرؤوس الحربية. واتحركوا على باريس، وبيفتكر دوك ايام الحرب وكان معاه اخو انا اللي دخل المكان وانفجر بيه، ولما راح عزاه ما قدرش يواجه انا وسابها وما كلمهاش بعد كده. ونروح لانا وستورم اللي قتل الحراس بتوع المختبر وخلوا جوزها ينشط الصواريخ، وبعدها قتلوا ستورم. وظهر دوك واللي معاه ولبسوهم بدلات حديد تسرعهم، وشافوهم بيركبوا العربية، ونزل سنيك ونط على العربية، وجري كمان دوك وريب وسكارلت على موتوسيكل. وابتدت المطاردة في حواري باريس، والعربية عمالة تتخبط، وبدأوا يحاولوا يتخلصوا من سنيك اللي فوق العربية. والله مجانين يا عم الحاج. ودوك وريب بيجروا، وفجأة اكتشف الخبير انهم رايحين يفجروا برج ايفل. صرخ فيهم لازم توقفوهم دلوقتي، وبدأ الطحن يا معلم، وكله اشتغل بكامل طاقته. وسنيك طلع سيفه ورشقه في العربية وابتدى يضرب في ستورم، ونزل تحت العربية لما حاولوا يخبطوه. وسكارلت ضربت الزومبي اللي راح يقتل سنيك تحت العربية، وشافتها انا وضربتها طلقة كبيرة، ونطت سكارلت ومسكها ريب قبل ما تقع وسابها وكمل جري. وضربوا على عربيتهم صاروخ فاختل توازنها، وضربت عليهم انا 4 صواريخ، وعملوا اكروبات في الجو واتفادوهم. راحت فاتحه جهاز طلقات كبيره وضربتهم بيه، وبعد كده عشان يلحقوهم كسر دوك حيطه ومسك في عربيتهم ووقع منها. وفجاه سنيك ايز ساب العربيه وجه المترو وخبط العربيه وطيرها يا عم الحاج، وطار دوك من فوق المترو ووقع، وريب كسر ازاز المترو وعدى وخبط ووقف، يعني كلهم وقفوا مع بعض. وطلع ستورم وانا وجهز السلاح وادى انا المفتاح بتاع التعطيل، واتحرك دوك ورا انا علشان يبطل المفتاح، وريب ورا ستورم. وقعدت انا تضرب نار على دوك لحد ما خد طلقه كبيره ولحق نفسه ومسك في المبنى. وطلعت انا فوق السطح، وستورم ضرب الصاروخ على برج ايفل اللي بدأ ياكل الحديد ويدمر كل حاجه حواليه. ونط ستورم واتشعلق في الطياره وركبت انا، وجري دوك وركب وداس على جهاز التعطيل، وقف البرغوث الآلي وضربوا ستورم وخدوه معاهم. ووقع برج ايفل يا عم الحاج، ووصلت الشرطه وقبضت على الفريق كله الا سنيك ايز اللي هرب. ولما سأل الرئيس عن فريق جو عرف انهم قبضوا عليهم، وكلم السفير الفرنسي فورا، وجالهم الجنرال هوك وقال لهم انهم اخلوا سبيلكم وما تجوش فرنسا تاني. والخبير بتاعهم بعد ما طلعوا عاوز يعرف مكان الصواريخ باجهزته، واستأذنوا الجنرال واداهم موافقه. وصل ستورم وانا لمكانهم، وكانت عباره عن قاعده تحت الارض في الجليد، وفي طيارات غريبه جدا عندهم. وحاول دوك يهرب بس ستورم ضربه بنجمه ووقعه، وقال له انت غبي ياض هتروح فين؟ ازاي الحال؟
مبسوط دلوقتي؟ عاجبك المرمطه اللي انت مرمطها لنا في الويك اند دي؟ ونزلوا يا معلم واستقبلهم مكالين، وحاول يغيظ دوك اللي روقه واداله رصيه في دماغه ووقعه. ووقتها ظهرت اسماك زي برامج كمبيوتر في الميه. وصل فريق جو وشافوا القاعده العسكريه تحت الجليد، وشاور لهم سنيك ايز على كابلات الاسانسير عشان يخشوا منها. واكتشفوا كمان انابيب للصواريخ، وعملوا خطه. وظهر كمان الجنرال وكلم باقي فريق جو اللي وافقوا على المهمه فورا. ومكالين ودى دوك للكوبرا عشان يعملوا زومبي. وصلت طياره فريق جو ودخلوا بعربيات صغيره وتخلصوا من الحراس ونزلوا وشافوا الطيارات بتاعتهم. وعجبت سكارلت قوي، وقعد الكوبرا يحكي لدوك كل حاجه. وفي الاخر طلع ريكس اخو انا اللي انفجر المبنى بيه وطلع عايش. وقال له انت ما رجعتش ليه؟ ده انت دمرتنا. قال له ان العلم عاوز التضحيه، وحكى له عن اللي حصل. وهنا مكاليم بدأ يطلق الصواريخ الثلاثه، وعرف فريق جو وركب سنيك عربيه واطلق صاروخ ووقع واحد منهم في الجو. وركب ريب طياره وراح ورا الصاروخين التانيين. والرئيس عرف وخدوه على مكان امن. ونزلوا فريق جو الثلاثه وفتح الباب سنيك ايز، وراحت انا وفكت دوك وضربت ريكس اللي افقدها الوعي بجهاز كان في ايده بيتحكم فيها هي كمان. وجه مكالين كمان فتح سنيك ايز الباب وامر الجنرال بنشر جنوده كلهم بسفن تحت الميه. وبدات المعجنه يا عم الحاج. وساعتها اشتغل سلاح جبار وسموه مدفع الذبذبه. ودخلت سكارلت وسنيك وبداوا يخلصوا على الجنود والزومبي كمان. وبدا الخبير يكلم ريب ويقول له على احداثيات صاروخ موسكو. وضرب مدفع الذبذبه طلقه في سفينه فريق جو، وامرهم الجنرال انهم يدمروه. واتحرك سنيك ايز. ونروح لدوك اللي ضرب طلقه على مكالين، وقع ريكس والجهاز وقع منه وخدوا دوك. وصح انا وخدها معاه. والكوبرا خد مكالين وجري. وظهر ريب وكان في مشكله ان مفيش زراير لاطلاق النار. قالت له سكارلت انها بالصوت، وجرب طبعا ما نفعش. وقالت له انها باللغه الستاليه. وقالت له كلمه عجيبه كده اسمها سخين. وفعلا قال سخين ودمر الصاروخ. وراح على التاني اللي في واشنطن وبلغوا الرئيس بالصاروخ اللي وقع. وفجاه عميل منهم قعد يضرب النار على الباقيين وخلص عليهم ومسكوا الرئيس. ونرجع للحرب واللي كانوا بيحاولوا يضربوا مدفع الذبذبه. وكان في خسائر كتيره في فريق جو. ودخل سنيك ايز غرفه السلاح وخلص على الحراس ووقع واحد فيهم جواه وعطل السلاح. وجاله عدو ستورم اللي بدأوا يضربوا في بعض وطلعوا اسلحتهم وسيوفهم. وكانت معركه متكافئه بين الاتنين. وركب الكوبرا ومكالين سفينه وشافهم دوك وراح وراهم. وسفن تانية بتطاردهم وكله بيجري ورا بعضه. وبدأت انا تخلص على السفن. ونرجع لسنيك ايز اللي شرح ستورم اللي قلع هدومه ووقعه في الميه كمان. ودخل الكوبرا مكان وراح يقفل البوابه، بس ضربه دوك بصاروخ وعطل سفينته. وتخلص دوك من سفينتين وراح يلف من مكان تاني. وظهر ريب ورا اخر صاروخ اللي بيتحرك بسرعه جامده. وفي الاخر ضرب الصاروخ اللي انفجر وبدأ ياكل في طيارته. وريب طلع بالطياره علشان يخرج من الغلاف الجوي. وقالت له سكارلت قول كارما واخرج من السفينه. وخرجت السفينه من الغلاف الجوي وخرج منها ريب على اخر لحظه. وندهت عليه سكارلت بصوت عالي كذا مره. ولما رد عليها كلهم فرحوا بيه. ونزل بالمظله واعتقلوه. بيوتيفول. وبدأ الكوبرا يفجر الحزمة الجليدية علشان يقتلهم كلهم. وبلغهم دوك يتحركوا. وطارت السفن وخرجت سكارلت والخبير وقابلهم سنيك ايز ومشي معاهم. والجليد كله عمال يقع وبقت شغلانة سودة. وابتدت الحزمة الجليدية تدمر القاعدة بتاعتهم. ولما طلعوا كلهم احتفلوا طبعا وقعدوا يهيصوا. وظهر الكوبرا وحقن مكالين حقنة برغوت آلي علشان وشه اللي اتحرق. وتعالج وتحكم فيه الكوبرا اللي عمال يتحكم في الناس حتى في اخته. وكان مجنون قوي. وصل دوك عند الكوبرا وقال له استسلم. وظهر فريق جو كله وأسروا الكوبرا وحطوه في سجن هو ومكالين. ورجعت انا تتعالج وهيستناها دوك. ورجع كل فريق جو لمكانهم وبقوا من ضمن الفريق دوك وريب. انتهى فيلم النهارده يا شباب. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصه. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه واعمل لايك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من تمناه فيلم.